أهلا بيكم. لو بتخططوا تسافروا ألمانيا يبقى لازم تعرفوا إنكم أكيد هتتعاملوا مع واحد من أشهر أنظمة القطر في أوروبا كلها. في شرح النهاردة هنعرف مع بعض أهم الكلمات والجمل اللي هتحتاجوها أول ما تدخلوا محطة القطر عشان رحلتكم تبقى سهلة وبسيطة. يلا بينا. سواء السفرية لألمانيا دي قربت خلاص أو حتى لو بتتعلموا ألمانيا عشان حابين اللغة، فالشرح ده هيفيدكم جدا جدا. محطة القطر دي مكان أساسي، والكلمات اللي هنقولها النهاردة هي اللي هتخليكم تتحركوا هناك بكل ثقة. طيب، أول وأهم كلمة لازم نكون عارفينها هي طبعا محطة القطر. بالألماني اسمها إيه بقى؟ اسمها der Bahnhof. قولوا معايا كده: der Bahnhof. دي الكلمة الأساسية، دي بوابة كل رحلاتكم بالقطر. طيب ازاي ممكن نستخدمها في جملة؟ تخيلوا كده بتسألوا حد عن مكان المحطة فيرد عليكم ويقول Der Bahnhof liegt am Stadtrand. ودي ترجمتها إن محطة القطار في ضواحي المدينة، أو ببساطة شديدة المحطة على أطراف المدينة. تمام، خلاص وصلنا للبانهوف ومحتاجين بقى نشتري تذكرة. عندنا نوعين أساسيين لازم نعرف نفرق بينهم كويس. النوع الأول هو تذكرة ذهاب وعودة، وبالألماني اسمها كبير شوية Hin- und Rückfahrkarte. والنوع التاني هو تذكرة ذهاب فقط، ودي أبسط Ticket für eine einfache Fahrt. ركزوا قوي في الفرق ده. لو احنا محتاجين تذكرة رايح جاي، دي أحسن صيغة مهذبة ممكن نستخدمها. Ich hätte gern ein Hin- und Rückfahrticket nach Sydney bitte. معناها ببساطة لو سمحت أنا عايز تذكرة ذهاب وعودة لسيدني، وطبعا يعني هنشيل سيدني ونحط اسم المدينة اللي احنا رايحينها. طيب لو مش راجعين وعايزين تذكرة ذهاب بس، هنا السؤال بيكون أسهل وأوضح. Was kostet ein Ticket für eine einfache Fahrt؟ يعني بالبلدي كده تذكرة الذهاب بس بكام؟ خلاص اشترينا التذكرة. إيه بقى الخطوة اللي بعد كده؟ أكيد لازم نعرف مواعيد القطر. جدول المواعيد بالألماني اسمه der Fahrplan. نقولها تاني مع بعض: der Fahrplan. ولو محتاجين نسخة ورقية من جدول المواعيد ده من الموظف اللي على الشباك، ممكن نستخدم الجملة المهذبة دي: Können Sie mir bitte einen Fahrplan geben؟ ودي معناها ممكن تديني جدول مواعيد لو سمحت؟ أول حاجة عيننا هتروح عليها في الفاربلان هي وقت المغادرة. الكلمة دي بالألماني هي دي Abfahrtszeit. الكلمة دي مهمة قوي قوي، عشان هي اللي بتقول لنا القطر هيتحرك إمتى بالظبط عشان ما نتأخرش عليه. تخيلوا إنكم واقفين على الرصيف وفي قطر قدامكم بس مش متأكدين هو ده بتاعكم ولا لأ. ممكن بكل بساطة تشاوروا عليه وتسألوا Was ist die Abfahrtzeit dieses Zuges؟ يعني هو القطر ده ميعاد مغادرته إمتى؟ وزي ما وقت المغادرة مهم، أكيد وقت الوصول كمان مهم عشان نبقى عاملين حسابنا. عكس كلمة Abfahrtszeit هي دي Ankunftszeit، واللي معناها طبعا وقت الوصول. والإجابة غالبا بتكون واضحة ومباشرة زي كده. Die Ankunftszeit ist 3 Uhr، يعني وقت الوصول الساعة 3. سهلة خالص. تمام قوي، عرفنا المواعيد. فاضل أهم حاجة يمكن: القطر واقف على أنهي رصيف؟ كلمة رصيف بالألماني هي das Gleis. الموضوع بسيط، زي ما بنقول عندنا رصيف نمرة 5، هم بيقولوا Gleis 5. السؤال ده بقى حطوا تحتيه 1000 خط، ده يمكن أهم سؤال هتسألوه في المحطة كلها. بصوا، احفظوه صم. Von welchen Gleis fährt der Zug ab؟ تاني، von welchen Gleis fährt der Zug ab؟ معناه ببساطة القطر هيطلع من أنهي رصيف؟ صدقوني الإجابة على السؤال ده هي اللي هتضمن إنكم ما تركبوش قطر يوديكم مدينة تانية خالص. وقبل ما نقفل موضوع التذاكر، في كلمة كمان ليها علاقة بيه ومهمة، وهي سعر التذكرة أو الأجرة. بالألماني الكلمة دي هي der Fahrpreis، ودي بتعبر عن تكلفة الرحلة نفسها. فلو مثلا رايحين مكان زي وسط البلد، ممكن نسأل السؤال العملي قوي ده: Was kostet eine Zugfahrkarte in die Innenstadt؟ ومعناه تذكرة القطر لوسط المدينة بكام؟ خلاص عرفنا كل تفاصيل ولقينا الرصيف الصح وركبنا القطر. جوه القطر بقى هنلاقي إنه متقسم لعربات. كلمة عربة بالألماني هي Wagen، كلمة سهلة وبسيطة خالص. على التذكرة بتاعتنا هنلاقي مكتوب حرف أو رقم العربة ورقم الكرسي. فلو حابب توصف مكانك لحد هتقول له Ich bin in Wagen A Platz 47، يعني أنا في عربية A كرسي رقم 47. وكلمة مقعد اللي لسه قايلينها في الجملة هي Platz، يعني Platz 47 هو مقعد رقم 47. المعلومتين دول، رقم الفاجن ورقم البلاتس، هما اللي هيخلوكم تلاقوا مكانكم بسهولة من غير لخبطة. ونيجي بقى لكلمة مهمة بس للأسف بنسمعها كتير في محطات القطر في أي حتة في العالم، وهي التأخير. كلمة تأخير بالألماني هي Verspätung.
لازم نكون عارفين الكلمة دي كويس عشان لو سمعناها في أي إعلان داخلي نبقى فاهمين القصة فيها إيه. ممكن فجأة تسمعوا إعلان رسمي طويل وعريض زي ده. Wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir eine Verspätung von 15 Minuten haben. ما تتخضوش خالص من طول الجملة. كل اللي يهمكم إنكم تلقطوا الكلمتين دول. Verspätung و 15 Minuten. خلاصة الكلام ده كله إن في تأخير ربع ساعة. وقبل ما نخلص يلا نراجع بسرعة على أهم الكلمات اللي قلناها. Der Bahnhof يعني محطة، der Fahrplan هو جدول المواعيد، das Gleis الرصيف، Wagen هي العربة، وverspätung يعني تأخير. الكلمات دي فعلا هي أساس أي رحلة بالقطر في ألمانيا. ودلوقتي جه وقت الواجب. اختبار صغير كده عشان نشوف مين كان مركز معايا. السؤال بيقول لو حابين تقولوا بالألماني أنا عايز تذكرة ذهاب وعودة لبرلين، نقولها إزاي؟ لو حسيتوا إن الشرح ده كان مفيد ليكم وبسيط، يا ريت تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل الدروس الجديدة. أشوفكم المرة الجاية. سلام.